اسكندريه في الشتاء تستاهل ولا لا؟ تعال اقول لك. اهلا بيكم من قلب البحر في اسكندريه، يا شط الهوى. قلعه قايتباي. رحبوا معايا بنكرو رحبوا معايا بالشيف ابانوب. احنا لسه واصلين اول محطه لينا، وصلنا القلعه. عندنا سياح يا جماعه، والسياحه شغاله في اسكندريه زي الفل. ندعو من هنا كل السائحين ان ياتوا الينا. انا اسكندراني اصلي، مطعم العربي يخت ستو باتشيري بختاوي، اتكلم ايطالي لبلب. عم العربي يخت ده اسكندراني. كلام عربي مكسر برضه. هتشوف بتتكلم عربي مكسر برضه ولا ايطالي بيرفكت؟ والله هو العربي اللي مكسر. ماشي. الايطالي سي قول انجلش. نو اندرستاند بيو. ماشي. اديسو فيديري ايه ايطالي، اديسو فيديري. لا كلمنا بالعربي، انا ما بفهمش ايطالي. طبعا نركبوا المركب من هنا. منين؟ من هنا، من الحته دي. تمام. هنروح فين؟ هنروح تحت رصيف العتاوله. تمام. هتشوف رصيف العتاوله، الفنار، القلعه، المناره. هنشوفهم ولا نقف عندهم؟ عيب عليك، هنشوفهم. مش نقف عندهم. مدتها قد ايه الرحله دي؟ هنديك نص ساعه. نص ساعه؟ قليله قوي. لا عاوز كام بقى؟ اكتر. ساعه بكام؟ هناخده الساعه دي، هناخده منك 500 جنيه. كتير. لا والله. ثلاثة ولا نفر؟ ايه؟ ثلاثة ولا نفر؟ لا الثلاثه. بايه؟ بيخت ولا بايه؟ لا مركب. مركب يعني اللي هم اللي هناك دول. بس دي الموتور ولا تجديف؟ لا تأديب. الموتور بكام؟ الموتور تعمل زي 800 جنيه. لا ما السعر غالي بصراحه. احنا واحد طب قال لنا صلي بره على 200 جنيه. 200 جنيه بقول لك بأمان. ممكن النفر. 200 جنيه وموتور. لا كله. مايكل بيقطع لنا تذاكر الطلبه. 60 جنيه لو انت مصري، 30 جنيه لو انت مصري طالب، 200 جنيه لو اجنبي او عربي، 100 جنيه لو اجنبي طالب. بيراعوا الطلبه يعني معا للتعليم. 60 جنيه للمصريين غير طلبه. هو لازم يكون مواليد 2004 عشان ايه؟ فيما فوق عشان الطلبه. يعني مواليد 2004 فيما تحت. لا فيما فوق، فيما فوق ازاي؟ يعني 2004 5 6 7 8 ما لو 6 7 يبقى خلص. 2004 فيما فوق. صح. قلعة قايتباي دي يا جماعة أنشأها السلطان قايتباي سنة 1477 ميلادية. قلعة قايتباي من أهم الحصون الدفاعية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي على أنقاض فنار الإسكندرية القديم. الحجر الجيري ده يا جماعة القلعة كلها مبنية منه. بس للأسف عندنا ناس بصوا كاتبين تواريخ وأسماء. ليه يا جماعة؟ ليه كده؟ بس انت ما تكتبيش اسمك كده تاني. لا بص عارفين دي ايه؟ دي اسمها سقاطة الزيت. سقاطة الزيت دي كانت بتربط ما بين الدور الثاني والاول، بينزل من فوق من الدور الثاني الزيت المغلي على الاعداء بحيث ان هم يبداوا يحافظوا عليهم وكوسيله دفاع يعني. ده اماكن للقلعه قبل ما تهدم على ايد الاحتلال الانجليزي سنه 1882. معموله بالمداخل الحقيقيه والمخارج وكل حاجه زي ما انتم شايفين. خير الاعداء وهم داخلين، احنا تايهين. احنا طالعين الدور الثالث. الدور الثالث من القلعه فيه 28 حجره. ال 28 حجره دول بقى فيهم الفتحات اللي هي بتبقى عباره عن دفاعات، دي بيدافعوا بيها من خلال الاسهم، وكانت حجرات للتخزين البنادق وادوات السلاح صد الاعداء اللي جايين من خلال السفن اللي جايين من البحر يعني وكده. علشان كانوا بيشوفوا منه الاعداء وهم جايين بقى. ده كان حصن يعني، ده كان اقوى او تاني اقوى حاجة من الحصون الدفاعية في مصر وقتها أو في الإسكندرية وقتها. بعد كده ممكن تحجزوا يخت او لانش او مركب. احنا ركبنا اللانش ده ب 250 جنيه، ولكن فصلوا معاهم جامد قوي لانهم بيقولوا اسعار خزعبليه بجد. وحاولوا تعرفوا الاماكن اللي هتروحوها بالظبط منهم علشان ما يضحكوش عليكم زينا. هنفرجكم على اسكندريه من قلب البحر. احنا في عرض البحر. احنا حاليا في عرض البحر. طبعا مأجرين لانش صغير او كبير متوسط علشان نشوف معالم اسكندريه من قلب البحر. طبعا اعتقد ان انتم مش شايفين اي حاجه، ولكن الاجواء ساحره وجميله جدا جدا جدا. اللي هناك على في الوش ده الاحمر ده الفنار ده بينور، والمنار برضو بينور علشان المراكب تخش وتطلع من المينا. المرسى ابو العباس هناك اهو شايفينه. الجولة جميلة الصراحة، ولكن يعني بالنسبة لو انت عايز تشوف المعالم لا مش قوي، مش من بحر يعني، نشوفها من بره.
لكن كجوله في قلب البحر يعني تمام، يعني مكملش نص ساعه شغال. ولكن شغاله يعني. شغال. 250 مش حاجه على 3 افراد، ولو انتوا 5 مثلا مع بعض ممكن برضو بنفس السعر يطلعكم بال 200 250، ولكن فصلوا 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 لحد ما توصلوا للسعر المناسب. احنا كده يعتبر وصلنا لمينا تاني هنا. ضحك علينا حاليا في طريقنا ان احنا نحبس بكوبايه شاي الفطار اللي فطرناه الصبح على البحر بقى. في ناس نازله المايه يا جماعه. لو جيتوا فطرانين بقى من بره يعني ما فطرتوش في اسكندريه، لو لسه فطرت لو لسه هتفطروا تجيبوا فطاركم وتقعدوا هنا على البحر. ممكن تقعدوا على شط رملي وفي اللي هي الصخور اللي احنا قاعدين عليها دي، يحطوا لكم كراسي كده وتظبط. فطرتوا بقى تيجوا تجيبوا كوبايه الشاي دي بالنعناع وتحبسوا على البحر. يا سلام، روقان ما بعده روقان. الناس قاعده هنا ومستمتعه والاجواء جميله. طول ما انت ماشي بقى على كورنيش اسكندريه تقابل الحناطير، التاكسي الاصفر في اسود، تلاقي الناس فرحانه ومبسوطه، تلاقي اجواء وريحه اليود ماليه المكان. صراحه يعني هوا نضيف مش موجود عندنا لا في القاهره ولا في المناطق الاقليميه. المشي لوحده يعني جميل جدا. احنا قعدنا على البحر شويه، نص اليوم راح ولكن اكسبيرينس حلوه يعني، خصوصا ان انتوا تيجوا في وقت مش صيف. اسكندريه دلوقتي يعني صراحه احسن حاجه هي تيجوها في الشتاء، صح؟ شايفين الجمال؟ الله. هما كمان ممكن تكون كنيسه. الناس مبسوطه جدا 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 جدا. مبسوط؟ يعني مبسوط؟ تحت تهديد السلاح. قررنا ناكل من عند مطعم البركه، هنجربه. هو على البحر هنا سي فيو، يعني احنا نبقى قاعدين فوق كده مثلا في الدور الثاني شايفين البحر بقى والمراكب اللي في البحر. للاسف البحر هناك بعيد عننا بشويه، فلو كراسي فضيت هنروح نقعد هناك. مش عارف، شوفوا بص التتبيله عامله ازاي. بصوا الاكل اتمسح ازاي. الاكل اتنسف يا جماعه. البركه ده ياخد 10 و10 ونجم. جامد 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 بجد. ياخد كام من كام؟ 10 من 10. كام من كام يا بنو؟ المطعم 9.5 من 10. اشمعنى النص ليه بقى؟ حنياكة مصريين. 10 من 10 يا جدعان. لا وريني كده، انا 9 من 10. ليه؟ عشان الكمال لوحده. يا نروح نحجز الاتوبيس الدورين دلوقتي. اهو من هنا. $31 تقريبا. شغل لكم اغاني كمان وبيروق عليكم. بدأنا نتحرك. اخر محطة في اليوم وهي جيلاتي عزة. هناكل من عند جيلاتي عزة، نحلي على الكورنيش، وبعد كده نتوكل على الله الى طريقنا. هنروح. تعالوا اقعدوا عند جيلاتي عزة هنا، عنده اماكن وفي هنا البحر جنبكم تبصوا عليه او تروحوا تقعدوا هناك. مبسوط يا مايكل؟ مايكل عايز ينام. مبسوط يا بنوب؟ مبسوط طبعا يا حياتي. جيلاتي 3 جيلاتي اللي هو دب. مبسوط. انا طلبت فانيليا وفراوله، تمام. بس هم حاطين حاجه بدل المناديل كده ورق علشان ايه ما تنقطش علينا. فكره جيده يعني.
فلو وصلت لنهاية الفيديو هنا ما تنساش تعمل لايك، اشتراك في القناة، تقولي رأيك تحت في الكومنتس علشان ده بيساعدني على ان انا استمر في المحتوى ده. سلام.